ممكن افلام لتعلم لغة بهذا؟ عندي يعني افلام للتعلم اللغة الانجليزية. يلا بينا. اولا عساكر قوس قزح. عساكر قوس قزح او لاسكار بلاني. لاسكار بلاني. لاسكار يعني زي الجيش كده، بلاني قوس قزح. فعساكر او عسكر يعني عساكر قوس قزح، لاسكار بلاني. عبارة عن 10 طلاب اللي هم أصلا قاعدين وعايشين أصلا من هم أصلا من قرية بعيدة جدا من العاصمة، وتعتبر برضو بلاصق. احنا بنقول بلاصق يعني هي مكان، هي مدينة أو قرية بعيدة جدا من العاصمة أو حتى من تجمع الناس يعني في المنطقة دي. فهم قاعدين عايشين في بليتهم، و10 طلاب دول هم عندهم أحلام، وفي الآخر هم هتحققوا أحلام دول. والقصة بتجري ازاي بروسيس هم وصلوا للحلم اللي هم عايزينه يعني. وفي أغنية أصلا ورا الفيلم ده أو OST official soundtrack من الفيلم. يعني لاسكار بلاني شهير جدا، يعني شهير جدا في اندونيسيا. لاسكار بلاني هتتعجبي ان شاء الله. الثاني حفلان صلاة ديليسا. حفلان صلاة ديليسا هي اصلا معناها حفلان صلاة يعني حفظ الصلاة، يعني مش حفظ الصلاة يعني اصلا يعني حفظ اوراد او صيغ في الصلاة، يعني حفظ صيغ في الصلاة بتاعت المرأة. شي واحدة اسمها ديليسا. ديليسا يعني في مرأة اسمها ديليسا، طفلة أصلا، طفلة صغيرة عايشة في أتشه، تعتبر سومطرة يعني جزيرة سومطرة في الغرب. هي طفلة صغيرة عندها حفظ للصياغ الكلمات في أو الأوراد أو أذكار الصلاة. مثلا صيغ في السجود يعني سبحان ربي الأعلى، مثلا صيغة في الركوع يعني مثلا سبحان ربي العظيم. الحاجات ديت يعني احنا كواحد او احنا كشعب اللي مش عرب، احنا لازم نحفظ الكلمات دول وايه نمارس حاجات ديت. ف حفلة صلاة ديليسا يعني عبارة عن حفظ أوراد أو أذكار أو صيغ في الصلاة للمرأة الطفلة الصغيرة دي اسمها ديليسا. وأصلا قصة بتجري عن تسونامي. كان في تسونامي في الأتشه يعني حصل في 2006 لو 2000 كان في تسونامي حصل في 2004 ولا 2006 يعني تقريبا. و قصة شوية حزينة يعني، بس لو انت حابب يعني حابب تشوفها ان شاء الله يعني. قصة جميلة جدا. في قصة رومانسية وراها، وفي برضو ايه يعني في كتير عبارة عن يعني هم ازاي هم عايشين في الأتشه وازاي الإسلام في الأتشه. حاجات دي ان شاء الله معجبة يعني. دي قصة كويسة جدا وزوينة، وتتعلمي ممكن حاجات كتير عن أتشه خاصة والإسلام في الأتشه. حاجات دي وازاي حياتهم بعد التسونامي. هتشوف حاجات ديت يعني. فلو لو انتم معجبين بالقصة شوية محزنة وحاجات ديت، ف حفلان صلاة ديليسا مناسبة. ورقم ثالث في نجري لما منارة. نجري لما منارة يعني أصلا معناه بلد أو بلدان يعني 5 منارات، يعني بلد 5 منارات. يعني ايه بلد ب5 منارات؟ يعني عبارة عن هم أصلا 5 أشخاص، 5 طلاب هم قاعدين يتعلموا في نفس المكان في نفس المدرسة. أصلا مدرسة إسلامية احنا بنقول كده بساندرين، معناه زي معهد إسلامي أو مدرسة إسلامية يعني خاصة للطلاب اللي هم يتعلموا اللغة العربية والقرآن حديث وحاجات ديت، يعني التعلم ديني يعني. بس هم عندهم أحلام مختلفة يعني. في حد عايز يروح 5 بلد أو 5 بلدان مختلفة. في اللي عايز يروح القاهرة مصر يعني. في اللي عايز يروح أوروبا. في حد اللي عايز يروح مكان تاني أمريكا والحاجات دي يعني. وعبارة عن 5 منارات مختلفة يعني. ممكن منارة في القاهرة، ممكن منارة
مكان تاني يعني بيج بان انجلش يعني في انجلترا. و يعني ان شاء الله يعني هم في الاخر هيلاقوا بعضهم، وهم ايه سكسس يعني هم في الاخر ناجحين، وهم يتلاقوا بعض. وان شاء الله هتشوف ايه اخبارهم، وايه ازاي هم يتعلموا في المدرسة الاسلامية في معهد اسلامي. عادات تقاليد الثقافة في المعهد الاسلامي في اندونيسيا. هتتعلم يعني ان شاء الله، هتشوف وهتعجبك ان شاء الله قصتهم يعني ان شاء الله. في افلام تانية بس تلات دول اللي انا انصحها ليكم لو انتوا حابين تسمعوا مني اكتر من قصص او من افلام اندونيسية. هوريكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ومتنسوش لايك ومن سبسكرايب، وانشر الفيديو لاخواتنا العرب اللي هم عايزين يتعلموا اللغة الانجليزية. وبس كده يعني، يا ريت الفيديو يفيدكم. متنسوش لايك ومن سبسكرايب. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.